تعرف ان قصه نوبل اللي حكى لك وانت صغير هي قصه محرفه بالكامل؟ الفريد نوبل العالم السويدي اللي اخترع الديناميت عشان الناس تستخدمه في المناجم عشان يسهل عمليه الحصول على المعادن النادره، بس البشر وشرهم استخدموا اختراعه في الحرب والقتل والتدمير، فقرر يعمل جائزه نوبل عشان يكفر عن ذنوبه او ذنوب البشر، يعني لاي حد يخترع اي حاجه تنفع البشر. استنى عندك، طب تعرف بقى ان نوبل عمره ما زعل على اختراعه، من اول لحظه بدأ العمل على مشروعه كان عارف ان هو بيعمل سلاح حرب. ولكن في يوم من الايام في احد الشوارع الفرنسيه بيتم العثور على جثه اخوه لودفيج نوبل اللي كان توأمه بالظبط في الشكل، وهنا الصحف والجرايد في فرنسا وانحاء اوروبا افتكرت ان الفريد نوبل هو اللي مات. وتاني يوم لقى نوبل الاخبار بتفرح بموته وكاتبين في كل حته لقد قبض الموت على تاجر ومخترع الموت. نوبل كان في سن كبير وكان عارف ان مش قدامه كتير، ولما بعينه وشاف ازاي الناس هتفتكره بعد ما يموت طلع وصرح انه لسه عايش، وقال للناس انه قرر يخترع جائزه نوبل وهيحط فيها ثروته كلها من تجاره الديناميت. وبعد سنه واحده بس من الكلام دوت زي ما نوبل كان متوقع بيموت، بس بيسيب الناس لحد النهارده اول ما بيذكر اسمه بنفتكر مخترع اكبر واعظم جائزه تقدم في العلم والادب والسلام.